ننتج يوميا تقريبا بما يعادل 2000-2200 ربطة، تتوزع على الأهالي بشكل منظم، كومينات، كل كومين له استحقاقه ويصلوا لعنده للبيت. نتيجة هالأوضاع صار عندنا شوي يعني تغيرات. احنا كفرن 11 عامل، الفرن عم يشتغل تقريبا من 5 الصبح لتاريخ للساعة 12 وحدة 2 حسب الوضع. الفرن هذا صار له 15 سنة، بس احنا كعمال من السنتين 3 إلى 15 سنة الكادر الموجود. يعني في ناس عندها خبرة 15 سنة، في ناس عندها 5 سنوات، في ناس 3 حسب. بالنسبة لموضوع الخبز لاقينا شوي صعوبات نتيجة الهجمات الإرهابية اللي تعرضنا لها، وإن شاء الله الأمور على أحسن. والأهالي فنتيجة هالهجمات صار عندنا الضغوطات نتيجة هجرة الأهالي من منازلهم إلى أبو راسين، فلذلك سببت علينا شوي ضغوطات. شعب راس العين، شعب المنطقة بالأكمل هاجر إلى هالمنطقة، صار ضغوطات عندنا، فلذلك صار عندنا شوي صعوبات، ولكن إن شاء الله نستدرك هالأمر هذا والأمور على أحسن إن شاء الله. انتقاد الأهالي إنه يعني إن شاء الله نتمنى من الأهالي إنه زاد يساعدونا بهالموضوع. يعني الموضوع إن شاء الله مسألة وقت، إن شاء الله الأمور تنحل ويصير الوضع على أحسن. بداية الأحداث من شهرين والقصف والطيران شغال، هجمات على المنطقة. نحن ككادر فرن تابعنا عملنا بشكل جيد، طبعا بمساعدة الرفاق، وأمنا الخبز للناس، ما خلينا حدا يعتاز الأمر هذا، والحمد لله أمورنا إن شاء الله على الأحسن. واللي نتمناه ونطلبه من الأهالي كمان إنه يرجعوا على بيوتهم، الوضع كويس وآمن والأمور على أحسن. روك شغله روكنا شغله حاليا فايرو بوي اسبوع شابيزو يتوزعني كومينا، يعني مالاد ارك ندرس عندنا هذا الشاشه حي شخص وعندك كذا كذا، اما نان شغل نان هي هي اما انا وذاك نوك بري خشبو بري فاش ما سالان فرق مقدان فعلا برخشبو. يعني وضعنا ظابط قرمين وشيكن يعني انا مترسين كهرباء جانا تنه كهرباء هي